السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة سارة. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة حفظ النعناع الأخضر لمدة شهر كامل في التلاجة من غير ما يسود ومن غير ما يجراله أي حاجة. طبعا احنا النعناع الأخضر عارفين إن هو بيبقى جميل جدا مع الشاي مع الحلويات ومع العصاير، كمان له نكهة خاصة جدا غير النعناع الناشف أو المجفف. ف هنتعلم ان شاء الله ازاي نحفظه لمدة شهر. معانا النعناع بتاعنا اهون، وده فرع النعناع. لما نيجي نشتري النعناع نختار النعناع اللي ورقته كبيرة وناعمة ويكون اخضر، ما يكونش مصفر او يكون فيه ورق اسود كتير. ومعانا هيبقى علبة بلاستيك، علبة تلاجة ولها غطا، ومعانا فوطة مطبخ او مناديل مطبخ. هنبدأ نفرش المنديل او الفوطة في العلبة بالطريقة دي، وهنبدأ دلوقتي نقطف النعناع ونختار الورق السليم، الورق اللي ما فيهاش حتة صفراء، اللي ما فيهاش حتة سودة او محروقة من الشمس. نختار الورق الاخضر السليم. دي محروقة شوية من الشمس مش هناخدها معانا. ونبدأ نكمل باقي النعناع بالطريقة دي. هنا يا حبايبي انا خلصت كمية النعناع اللي عندي، قطفتها كلها. وطبعا زي ما قلت استبعدت الورق الاصفر او الاسود، الورقة السليمة بس اللي خدتها معايا، كله اخضر زي بعضه. دلوقتي هنبدأ نغطي على النعناع بالفوطة او المنديل، الورق اللي معانا بالطريقة دي. هنبدأ من الجنبين نغطي بالطريقة دي، وهنقفل العلبة كويس جدا. وبكده انا خلصت النعناع. هبتدي دلوقتي احطه في التلاجة. هختار الرف، اقل رف برودة في التلاجة. يستحسن طبعا يكون في باب التلاجة او في الرف الاخير او في درج الخضروات. ليه؟ علشان النعناع بتاعنا يفضل برطوبته، يفضل طازة ويفضل اخضر اطول فترة ممكنة. دلوقتي انا خلصت النعناع بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم. اتمنى تجربوا الطريقة دي وتشوفوها. وفي ملاحظة اخيرة، ان النعناع هيبدأ بعد اسبوع او 2 يبدأ يظهر فيه اللون الاسود في بعض الاوراق. طبعا هننقي الورق اللي بيبوظ باول علشان ايه ما يبوظش الورق الكويس او الاخضر بتاعنا. اتمنى اكون افدتكم يا رب. واشوفكم في فيديو جديد من قناة سارة. ويا رب لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. وكل سنة وانتم طيبين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.